اهلا بيكم في فيديو جديد. المكان ده بقى كان محتاج ايه؟ قولوا معايا. المكان ده كان محتاج مكتبة جديدة. رحبوا معايا بقى بالمكتبة الجديدة كده وقولوا لي رأيكم فيها. هي لسه هيبقى فيها شوية تعديل بس. هي بقى لها على فكرة، هي مش جديدة ولا حاجة كده، بقى لها اكتر من شهر. بس انتوا عارفين بقى ان انا ما كنتش بصور كتير وكده. تعالوا نبدأ بقى في فيديو النهاردة. والنهاردة جايبالك 6 حاجات من تجربتي ليهم. دول بيزودوا نشاطك جدا اضعاف اضعاف، وكمان بيبعدوكي عن ملل الروتين اليومي. بتحسي ان انتي جددتي كده من حياتك شوية. طيب، مبدئيا انا بنتهز فرصة اي مناسبة عندي او حاجة مثلا زي العيد لسه ماشي. في العيد ده من الحاجات اللي انا بجدد فيها نشاطي، اللي هو ايه؟ بعد العيد بحس ان انا غيرت جو، بحس ان انا مثلا زي سافرت مثلا، زي يعني في حاجات كتير لما بتحصل للواحد بيحس ان هو غير جو كده، بيحس ان هو خرج، يعني غير المود شوية. شاف ناس جديدة، ناس جت عندنا زارتنا. احنا مثلا يعني قعدنا في البيت حتى ما خرجناش، بس البيت كان رايق ونضيف ومش بنعمل حاجات كتير زي في الايام العادية. بيتنا كان نظيف وكان متنظف قبل العيد طبعا. وكان مثلا يعني اكيد بيبقى الجو العام كده بيبقى متغير عن الايام العاديه وبيبقى الطف. بنقعد حتى مع عيلتنا شويه، مع اولادنا. بيبقى الموضوع فيه كده ايه، فيه شويه بعد عن الملل وفيه تغيير شويه يعني. فانا بصراحه بعد كل مناسبه زي دي، بعد العيد، بعد سفريه، بعد حتى ما اروح عند اهل اقعد يومين هناك، بحس ان انا كده ايه، طاقتي بقى عندي طاقه كده ان انا يعني اعمل حاجات جديده في البيت، اجدد شويه من حياتي، اضيف عادة جديدة، اضيف حاجة جديدة كنت عايزة اعملها. دايما كده حتى يعني انا بشوف عند كل الناس لما بيحصل اي مناسبة او اي حاجة كده، من بعدها تلاقي مثلا ست قاعدة كده تقولك ايه: انا نفسي ارتب الدولاب الفلاني، انا عندي مش عارفة ايه عايزة اعمله، انا عندي ترابيزة عايزة ادهنها، انا عندي مش عارفة ايه عايزة اعمله. اللي هو خلاص انت بتبدأي بقى مرحلة جديدة، وبتبدأي ان انت عايزة يعني في اهداف جديدة في حياتك عايزة تعمليها. نستغل بقى الفرصة دي وبنستغل الفترة دي في ان احنا نجدد الاهداف بتاعتنا شوية. اول حاجة قررت اعملها بعد العيد، وهي حاجة انا كنت متعودة عليها من قبل كده وكنت عاملاها، وتجربة كانت جميلة جدا الصراحة، والحقيقة انا متربية عليها ومتعودة عليها. وهي اليوم الاجازة، ان انا ادي لنفسي يوم اجازة في الاسبوع. اليوم ده انا كنت متعودة ان هو يوم الجمعة، فطبعا كل واحد بيعمل لنفسه اليوم اللي هو متعود عليه. ايه فايدة يوم الاجازة ده؟ وطبعا انتوا هتستغربوا، في ناس هتقولي يوم اجازة ازاي؟ احنا بنبطلش شغل في البيت ليل ونهار، شغل في البيت. طب ازاي يعني هقعد يوم كده اجازة ما اعملش فيه اي حاجة؟ بصوا، هقول لكم احنا اتربينا على على الموضوع ده ازاي. احنا كان عندنا يوم الخميس ده بنعمل فيه كل حاجة في البيت، يعني بننظف البيت، بنعمل اكل اليوم الخميس يكفينا الخميس والجمعة، وبنغسل بننظف. كل حاجة عندنا في البيت كانت بتتعمل في يوم الخميس. فيوم الجمعة ما كانش اصلا بيبقى عندنا حاجة، وماما كانت يعني هي معودانا بقى على كده. فيوم الجمعة ما يبقاش عندنا اي حاجة خالص. تمام، هي دي فكرة بس يوم الاجازة. فبيبقى عندك ايه يوم الجمعة؟ ان انت تقومي مثلا تعملي فطار. اليوم ده بقى بتاعك انت، تقعدي بقى مع اولادك، عايزين تخرجوا، المهم ان انت اليوم ده بتعملي فيه كل حاجة انت عايزاها، بدون ما تنظفي البيت وبدون ما تعملي الاكل ولا تقفي في المطبخ ولا اي حاجة خالص. يا دوب مثلا ممكن ان انت لو استخدمتي اطباق تغسليها اخر اليوم وخلاص. على كده مش قادرة اقولك بقى ان اليوم ده بيخلي عندك قد ايه حماس وحب للبيت وطاقة لاولادك، وبتبعدي شوية عن ملل الروتين اليومي، بيخليكي نفسيا افضل كتير، بيخلي عندك بقى حب وحماس للبيت غير عادي. فانصحك ان انت تعملي اليوم ده لنفسك. تاني حاجة عايزة اكلمكم عنها النهاردة وهي الكشاكيل والتدوين. بصوا، انا لما خرجت في العيد مع ولادي بصراحة هم اشتروا لعب، فانا حبيت اشتري حاجات لنفسي برضو. فاحنا دخلنا رنين فاشتريت منها العلاقة دي علاقة مفاتيح بتتحط جنب الباب. انا ما كانش في دماغي يعني داخله علشان اشتري حاجه معينه، لكن لقيتها قدامي كده بصراحه، فشكلها كده لقيتها ايه، لطيفه وصغننه كده وشكلها حلو، فقلت اجيبها مؤقتا احطها جنب الباب، ولو عجبتني حاجه بعد كده يعني احسن ابقى اجيبها. لكن هي سعرها على فكره قليل قوي، يعني 26 جنيه مش حاجه يعني.
هنا بقى الشمعة دي جبتها للحمام، وجبتها لونها كده زي ما انتوا شايفين علشان تليق تمشي مع لون الحمام. والشمعة التانية دي جبتها بس اتخميت في سعرها شوية عشان لقيتها بره ارخص. دي جبتها من رنين ب50، لقيت بره ب40. بصوا بقى الصدمة لما هفتحها، بصوا كده يا دوب ولعتها مرة بس، وبعدين بقى لحقت اياد ابني وهو كان عمال جايب حاجة كده، عمال بيفضي فيها، بيفضي في الشمعة، عمال يطلع الشمع اللي فيها كده، مش عارفة ليه يعني، مش عارفة. فانا جبتها ب50، لقيتها بره ب40، والشمعة التانية دي ب40. بصوا بقى الكشاكيل والتدوين ده من الحاجات اللي انا بعشقها. يعني انا بحب جدا ان انا اخر اليوم كده اقعد اجيب الكشاكيل بتاعتي واقعد اكتب انا عملت واحدة للشغل وواحدة للبيت، تمام. فحياتي كده جوه البيت بكتب فيها بقى اي حاجه تخصني، اي حاجه عايزه اعملها. باجي بقى بالليل، بصراحه هي بالنسبه لي متعه ان انا اجيب كده الكشكول واقعد اكتب انا عايزه اعمل ايه بكره. مثلا ايه الحاجات اللي انا مثلا كان المفروض اعملها النهارده وانا ما خلصتهاش، ايه الحاجات اللي انا عملتها وانجزتها. وبفرح جدا لما الاقي انجزت حاجات كتير. شايفين الصفحه الاخيره دي؟ ده تقييم بعمله لنفسي كده كل اسبوع، بعمل جدول وكاتبه فيه اهم 13 حاجة في اليوم المفروض ان انا اعملها. وبيجي اخر اليوم بقى افضل اعمل صح على الحاجات اللي انا عملتها وغلط على الحاجات اللي انا ما عملتهاش. وطبعا دي حاجة بتفكرني، واخر الاسبوع بشوف نفسي انا قصرت في ايه، ايه الحاجات اللي انا كنت مقصرة فيها علشان اقدر ان انا احسن بعد كده. فالتدوين بيساعدك ان انت تخططي لحياتك. التخطيط بقى ده من الحاجات الجميلة جدا، له فوائد كتيرة قوي. يعني من اهمها ان انت بتركزي على اولوياتك لما بتقعدي تكتبي كده. يعني انا بالليل هقول لكم انا بعمل ايه بالظبط. بجيب كده الكشكول واقعد اكتب عندي بكره هعمل كذا وكذا 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 وكذا. لقيت مثلا ان الوقت مش هيكفي كل ده، فببدا ان انا ايه اعمل علامات مهمه على الحاجات اللي هي ايه الاولويات عندي، ده مهم لازم يتعمل. فالتخطيط بيخليكي تركزي على الاولويات. تاني حاجه بيخليكي تحافظي على وقتك. لما بتعرفي ان انت في اليوم ده انت مطلوب منك كذا كذا كذا، وانت مش يعني الوقت يا دوب هيكفي يعني على الحاجات دي، فهتلاقي نفسك ان انت بتحافظي على وقتك كويس قوي. تالت حاجة بقى ان بيخليكي ما تنسيش المهام اللي هي مهمة جدا بالنسبة لك. خليكي دايما تفتكري حاجات انت اصلا ما كانتش في بالك، او كنت ممكن في العادي ان انت تنسيها، او متعودة ان انت تنسيها يعني. كمان انا في التخطيط بيخليني ان انا لما باجي اكتب حاجات بلاقي ان انا مثلا في مهمة كل يوم عمالة اجل فيها، كل يوم بنساها، كل يوم بخليها مثلا للاخر. فلما باجي اخطط بكتبها هي اول حاجة علشان ابتدي بيها، هي اول حاجة علشان ما انساهاش زي كل يوم. رابع حاجة عملتها بعد العيد وهي النوم بدري. النوم بدري بقى من الاولويات، يعني اللي هو انا المفروض ان انا بقيت افضله هو عن اي حاجة تانية. النوم بجد من اكتر الحاجات اللي لو نمتي بدري ونمتي كويس وشبعتي نوم هتقدري بقى تصحي بدري، تقدري ان انت يبقى عندك طاقة لكل حاجة. مش المهم ان انت تصحي بدري وبس، لا، المهم ان انت تكوني نايمة بدري وتكوني شبعانة نوم عشان تقدري ان انت تكملي يومك وانت عندك نشاط وطاقة. طيب خامس حاجة عايزة اكلمكم عنها النهاردة وهي التقييم. اعملي تقييم لنفسك، اعملي تقييم يومي، اعملي تقييم اسبوعي لنفسك. شوفي نفسك مقصرة في ايه، زي ما كنت بكلمكم من شوية عن ال 13 حاجة اللي انا عاملاهم. اهم 13 حاجة عندي عاملاهم كده وكاتباهم، وباجي اخر اليوم وباجي اخر الاسبوع بشوف نفسي قصرت في ايه وايه اللي عملته وايه اللي ما عملتهوش. اخر حاجة بقى ان انا بعدت تماما عن الشاشات، بعدت خاصة عن الموبايل. يعني بعدت عن الحاجات اللي هي بتخليني اضيع يومي في حاجات بجد بلاقي نفسي ان انا في الاخر ما استفدتش اي حاجة، وهي نفس البوستات بتتكرر ونفس الفيديوهات بتتكرر، وبلاقي نفسي ان انا ما استفدتش اي حاجة خالص. خامس حاجة هكلم معاكم فيها النهاردة وهي التقييم. هوريكم لقطة من الفيديو. في الاول كنت بكلمكم عن التقييم ده، انا كنت عاملاه تقييم الاسبوع. انا عملته بالنسبة لنفسي، انا عندي
عندي اهم 13 حاجة لازم اقيم نفسي ان انا عملت ايه وما عملتش ايه، وعلشان اعرف انا بأثر في ايه. فانتي شوفي نفسك ايه اهم الحاجات واعملي جدول كده، وشوفي كل يوم اعملي صح على الحاجات اللي عملتيها وغلط على الحاجات اللي ما عملتيهاش، علشان تشوفي نفسك بعد اسبوع بعد اسبوعين انتي بتأثري دايما في ايه، وتحاولي ان انتي تعالجي التقصير ده. اخر نقطة هتكلم معاكم فيها النهاردة رقم 6، ان انتي لازم يكون ليكي هدف واضح، لازم تحددي اهداف ليكي. غير ان انتي بتصحي من النوم تعملي فطار وتكنسي وتنضفي وتروقي وتغسلي مواعين، لازم يكون ليكي اهداف اكتر من كده. حددي اهدافك، طوري من نفسك، لازم يكون، مش لازم ان هو يكون شغل او فلوس او كده، لا، ان انت تقري، ان انت تعملي حاجات تنمي من عقلك ومن قدراتك. ده كان فيديو النهاردة. هسيب لكم الملخص الفيديو في اول تعليق، ويا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو. اضغطوا لايك على الفيديو لو حسيتوا ان هو مفيد ليكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.